سلطان معقل الاتليتيكو بل في سانتياغو برنابيو. كرة تتحول من نائل العناوي، نائل يبحث عن انطلاقات. اسماعيل السيباري ممتاز من دفاعات منتخب الاكوادور. عبد الصمد الزلزولي، لازالت الخطورة مغربية والامكانية للتسديد. دفاعي مشكل من 4 لاعبين. كرة للمنتخب الاكوادوري صعبة، اكوادورية، الكرة تسدد لكن التدخل من ياسين بونو. لو عندك ياسين بونو كحارس مرمى ممكن جدا المنتخب الاكوادوري يلزم التعامل مع هذا المعطى. هذه كرة اكوادورية في منطقة الجزاء، كرة بالراس خلوه لوحده من دون رقابة دفاعية. بلاطا ومن تابع هذه الكرة لكن بعيدا عن مرمى ياسين بونو. يلعب من الطرف الايمن لمنتخب الاكوادور، المنتخب الاكوادوري والبحث عن الحلول لكن التدخل من ياسين. ضاعت من نائل تتحول للخط الامامي. يصعب هذه المنتخب الاكوادور، يصعب للمنتخب الاكوادوري فالنسيا قوي يساعد جزء كبير من قدرات ورفقة نادي ريال مدريد مع المدرب اربيلو. كرة صعبة لمنتخب الاكوادور لكن تتحول بعيدا من ميندا. ربع ساعة مضت في انتظار تحول الامور الاكثر جدية في هذه المباراة بين المغرب والاكوادور كي نبحث عن نسق يساعدنا على التعامل مع المباريات الكبيرة امام البرازيل. كرة من زلزولي سدد، تخلي بدنيا منتخب الاكوادور يكون اقوى وتعطيه الافضليه ايضا امام كل المنتخب الاكوادوري. لازالت الخطوره مغربيه، امكانيه للفريق الوطني لبلوغ هدف اول في هذه المباراه. تلعب مغربيه، زلزولي كانت متابعه من عيسى ديوب، تعود ليوناحي سدد عن امكانيه للخروج من الضغط. الكره ضاعت وتتحول من جديد لمنتخب الاكوادور. كره تسدد ممتاز جدا لمنتخب الاكوادور. منتخب الاكوادور يبحث عن فرص الوصول للمرمى. هذه واحدة من التسديدات للاعب خط الوسط كايسيدو. من منكم لا يعرف مويزيس كايسيدو لاعب نادي تشيلسي الوطني في مواقف صعبة في هذه المباراة. كرة من جديد نحو المهاجم فالنسيا. مويزيس كايسيدو يقوم بأدوار مهمة جدا في هذه المباراة في خط وسط منتخب الإكوادور الذي يلعب اليوم امام الفريق الوطني وتنتظر مباراة ودية اخرى امام منتخب. كرة لمنتخب الاكوادور، فالنسيا والتدخل من خط الدفاع ابراهيم دياز في ادوار دفاعية. يبعد الكرة ضربة زاوية للمنتخب الاكوادوري. هذا إينير فالنسيا يحسب لابراهيم دياز هذا التدخل. دياز لحكيمي 1-2 حكيمي للسيباري لكن منتخب الاكوادور انطلاقة الاكوادور لمسات الاكوادور صعبة جدا لكن عيسى ديوب يتدخل. عيسى خط التماس تعود من جديد لمنتخب الاكوادور. منتخب الاكوادور ينير بالراس لكن بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو. هذه فرصة أخرى لمنتخب الاكوادور عبر إينير فالنسيا. نلعب ربع ساعة الأخير من الجولة الأولى لهذه المباراة والنتيجة أمام حضراتكم لازالت متكافئة 0-0 بين الإكوادور والمغرب في انتظار قوي جدا. يلا وناحي كرة كادية وناحي إمكانية وناحي سدد وناحي اختار حلا فرديا في الكرة الماضية وأصر على أن ينهيها بأفضل الطرق الممكنة لكن تذهب بعيدا عن مرمى الحارس غالينديز. تركيز على بيكا ميندا وعيسى ديوب يحاول أن يوجد نفسه إمكانية للتسديد. صعبة جدا مثل هذه الكرات لمنتخب الإكوادور ومن وراءها من غير على ميندا. على أنه من سدد الكرة الماضية كرة تخوف شوية. كرات مثل الانطلاقة من عبد الصمد إسماعيل مرت منه تصل لحكيمي يلعبها كايسيدو والتدخل لدفاع الفريق الوطني. لازالت الخطوره الاكوادوريه. وناحي يسعى للتخلص من دفاع منتخب الاكوادور. وناحي امكانيه اخرى. كرات مثل هذه في مباراتي اليوم. كره لمنتخب الاكوادور صعبه المنتخب الاكوادور. الهدف الاول لمنتخب الاكوادور الذي ينجح في توقيع اولى اهداف هذه المباراه. المنتخب الاكوادوري الذي تمكن من ايجاد الحل في دفاع الفريق الوطني وهو يتمكن من تسجيل اولى اهدافه في هذه المباراه. كان خطا في التغطيه الدفاعيه من شادي رياض جون يبوع ومن سجل هذا الهدف يبوع يضع المنتخب الاكوادوري في موقف المتفوق في مباراة الليلة. هدف لصفر للاكوادور، هدف قد يحيي المباراة برماديا، قد يجعلنا امام مباراة افضل فنيا. كان نصير تلعب كرة مغربية. نصير المزراوي
مزراوي كان افضل استظهر المساحات والامكانيات. السيباري لمساتك يا اسماعيل لكن السيباري كراتك يا اسماعيل، امكانيات اسماعيل السيباري يلعبها الصبياري لكن التدخل نايل بشوي عليكم بنادي لجنة على نار هادئة يتم تحضيرها والتسديد لكن في الشبكة الخارجية لمرمى المنتخب الاكوادوري. المنتخب الوطني يتحرك، منتخب موف اليوم. نزلت الخطورة لمنتخب الاكوادور، امكاني من كابيي والتدخل من السيبي. حكيمي لمست حكيمي، كرة حكيمي نزلت الخطورة، هو الهدف ضربة جزاء ما فيهاش كلام بالمرة، ما فيهاش نقاش بالمرة. ضربة جزاء لوصول تصنيع إلى العناوي، والحكم الاسباني كان في الموعد في الكرة الماضية يتدخل للإعلان عن ضربة جزاء للفريق الوطني في الدقيقة 59 من زمن هذه المباراة. لا تحتاج لفار أو التعادل في طريق نائل الهدف التصدي، المتابعة والهدف ربيع حرمات. الكرة تنصف ربيع حرمات، الكرة تنصف اجتهادات ربيع حرمات في المتابعة، يتمكن من تسجيل الهدف. ينسينا شوية فيما حصل في نهاية كان ضربات الجزاء. المنتخب الوطني يتخلص من اللعنة التي رافقته منذ مدة طويلة، وربيع حرمات ينهيها بهدف في 60 دقيقة لعب. القدرة على الوصول لمرمى منتخب الاكوادوري يلزم الكثير من التركيز والهدوء. تسلل ما كاينش تسلل يلا الزلزولي يلا امكانية الهدف اول في المباراة للفريق الوطني، لكن الحكم يرفع راية. انتظر نهاية لجنة. ربيع ممتاز، ربيع بعد نظر من ربيع ينقلها لأشرف حكيمي في منطقة الجزاء. والتنوسير مزراوي، نصير السلام أناحي لمسة للأمام، لمسة هذه كراتكم، هذه تقاليدكم وعرفكم، والتسديد لكن في يد جاليندي. راق المغربي من الطرف الأيمن أشرف حكيمي يسعى للتخلص من رقبة إكوادور. صلاح الدين لمن هذه كرة شمس الدين الطالبي، شمس الدين مضت الكرة الماضية، لو لمسها رحيمي لكانت في طريقها لمرمى المنتخب الاكوادوري. لعبها بشكل ممتاز لاعب المنتخب الوطني شمس مع خروج انيرما الذي سيتغير في التعامل مع هجمات منتخب الاكوادور. صعبة جدا. كرة ثابتة للفريق الوطني تلعب لوصول الأطلس في منطقة الجزاء. تاي بريك العناوي يحسمها بالتاي بريك بشوط كسر الارسال بلغة الاب، بلغة الوالد، بلغة المؤطر. هذا الشامل من ذاك الاسد. كرة هدف التعادل نائل اضاع ضربة جزاء وصر على التعويض من كرة ثابتة من ضربة زاوية تمنح التكافؤ لوصول الأطلس امام الاكوادور.